كل واحد بيساوي عجينة الكبة أو قشرة الكبة بطريقة، بس اليوم رح نحكي الطريقة الأصلية اللي بتخليها مقرمشة وذهبية وبتطلع معاكن ولا غلطة و100%. وعجينة الكبة اللي بدنا نساويها اليوم بتنفع لجميع أنواع الكبب، الكبة المقلية والمشوية واللبنية والصاجية والصينية. اللي بيشوفني لأول مرة أنا هنادي وهي قناتي سفرة هنادي. برحب فيكم جميع بالقناة وبتمنى اللي بتعجبه الوصفات يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يوصله كل جديد. مباشرة رح نبدأ بطريقة العمل والمقادير. بالبداية بدي أبدأ بالحشوة حتى تبرد معاي عبين ما أساوي عجينة الكبة. مثل ما أنتم بتعرفوا لازم تكون الحشوة باردة تماما. بدي أحط معلقة طعام زبدة أو سمنة اللي بدكن إياه. شايفين هون ساحة الزبدة أو السمنة. هلأ بدي أحط لحمة. هون اللحمة مو على الناعمة ولا على الخشنة بس مفرومة مرتين، وشايفين فيها نسبة دهون منيحة. مشان هيك ما حطيت نسبة دهون كبيرة بالطنجرة أو بالمقلاية. هون بنزلها على المقلاية وبفردها، ومثل ما أنتم شايفين أنا مختارة مقلاية تكون حجمها كبير يعني واسعة. بحط عليها اللحمة وما بحركها أبدا حتى يتغير لونها وتتشمع. هلا بخليها ليتغير لونها وبعدين بقلبها وبضلني أقلب فيها لحتى تشرب ميتها، ترجع كل المي اللي فيها. بس هون هلا بحط بهارات مشكلة، فلفل أسود، قرفة شوي، بابريكا. مثل ما بنقول دائما البابريكا بتعطي لون حلو للحمة. هلا اللحمة اتشمعت، ببلش اقلب فيها. واللحمة بتكون على نار عالية، لا تنوصل نار تحتها ابدا. بس تنوصل بتنزل ميتها وبتصير ابدا مو ظريفة. شايفين اللحمة كلها استوت، بتغير لونها وشربت ميتها. شايفين ما في مي. هلا بدي اضيف هون البصل، كميته حسب الرغبة، بس أنا بحب البصل قد اللحمة. فيكن تقللوا أو تكتروا مثل ما بدكم، ولازم يكون البصل مفروم على الإيد فرمناع. بدي أضيفه فوق اللحمة. وطبعا أنا بقولكم فرموه على إيدكم، لو بياخد وقت طويل وبياخد مجهود، بس أطيب بكتير من لما بتفرموه على الفوت بروسيس. شكله أحلى بكتير بيكون بقلب الحشوة، وكمان طعمته أحلى، وحتى الحشوة نكهتها غير شكل. بعد هيك مثل ما انتم شايفين قلبتهم مع بعض. وامتى بعرف انه الحشوة صارت جاهزة؟ لما يستوي البصل وبنفس الوقت ما بضل مي بالحشوة. طبعا هلا انتم شايفين البصل كتير، بس هلا رح يذوب وبتنزل المي اللي فيه وبيقل حجمه كتير. طبعا بده وقت لانه الكمية كبيرة. بضيف ملح حسب الرغبة الملح، وطبعا برجع بعزز نكهة أو بضيف شوي من البهارات اللي هي بهارات مشكلة والفلفل الأسود، وبحركهم وبخليهم على النار لحتى مثل ما قلت لكم يستوي البصل ويشرب ميته كلها. أنا بدي الحشوة ناشفة. هلا هون أنا ما رح أحط عليه دبس رمان مثل ما بيقولوا لكم ورمان أبدا، لا تحطوا عليه هيك شي لأنه أنا بدي فرزه. فبتنزل هاي السوائل وبتنزع لي إياه. في حال ما بدي فرزه بدي أقليه مباشرة، ممكن ضيف هيك إضافات، بس ما بنصحكم إنه تحطوا دبس الرمان بصحن جانبي، واللي بده بيضيف. شايفين استوت الحشوة وما ضل فيه مي. هذا الشيء اللي بدي أوصل له. هيك استوت الحشوة. مثل ما أنتم شايفين قديش كانت كتيرة البصل دبل، ونزلت مية البصل، وكمان بنفس الوقت خليتها لحتى تبخرت كلها وصارت الحشوة ناشفة. ومثل ما أنتم شايفين بدي أطفي تحته وخليه ليبرد، وبضيف عليه المكسرات بس يبرد. هيك ما بضيف عليه المكسرات، هيك بتطرى المكسرات. إذا بدي أضيف صنوبر أو جوز أو أي شيء بضيفه وهو بارد، ولازم يبرد مزبوط قبل ما كبكب فيه.
وهلأ هون بدي ساوي عجينة الكبّة أو قشرة الكبّة. طبعًا اللي متابعني بيعرف إنه أنا ما باستخدم برغل ناعم، وخصوصًا إني هون بدي أطحنه على فرّامة اللحمة. أما إذا ما كان عندكم فرّامة ممكن تستخدموا البرغل الناعم، بس أنا باحب استخدم البرغل الوسط. ومتل ما أنتم شايفين أنا باحط مع البرغل أو مع البقوليات أو مع أي شي نواشف بدي خزّنها، باحط معاها راس توم بيحفظ لي إياها من السوس وهيك أشياء. بغسّل البرغل مضبوط وبعدين باخلّي عليه مَي لوجهه، بدي مَيّة البرغل تكون لوجهه. هلأ هون عم غسله، بانزّل المَي اللي عليه وبعدين باحط مَي تكون واصلة متل ما أنتم شايفين لوجهه، وباتركه لحتى يشرب المَي تمامًا حوالي ساعة، ساعة وربع حسب ما بدكن. بدي أحط لكيلو البرغل نص كيلو من اللحمة المفرومة ناعمة، أو ممكن تجيبوها قطع مثل ما بدكن، بس أنا بعت لي إياها اللحام مفرومة ناعم على الناعمة يعني. بصلة وقشر بردقان، نص قشرة بردقان. مثل ما أنتم شايفين أنا محاولة قدر المستطاع إني ما أخلي الأبيض فيها مشان ما تمرمر، بس بتعطي نكهة غير شكل. البهارات اللي بدنا نحطها بابريكا أو الفليفلة الحلوة أو الحدة مثل ما بدكن، القرفة، الفلفل الأسود، وبهار مشكل ولا تكتروا، وكمون كتروا لي شوية كمونات حتى يطلع طعمه غير شكل، وإذا عندكم بهار كبة حطوا. هلأ هون تشتشوا البرغلات مثل ما بيقولوا، فتحت حبتهم. هلأ بدي آخدهم ومباشرة بدي أطحنهم، وأنا بحب أحط على البرغل الملح قبل ما أطحنه وباقي البهارات، وحركهم منيح، وبعدين بلش طحن فيهم. بحس إنه هيك البهارات بتتوزع أحسن، وإذا احتجت أو حسيت في شي قليل برجع بضيف بعدين. وهلأ بدي بلش مثل ما أنتم شايفين عم بطحنهم أول وجه، وبطحنهم على 3 مرات. كل ما كانت حبة البرغل كبيرة كل ما بياخد طحن أكتر. أو إذا بدكم تدعكوهم بإيدكم فترة أطول. أنا بفضل إني أطحنهم عن إني أدعكهم بالإيد. ومثل ما أنتم شايفين عم حط كل المكونات مع بعض، يعني عم حط شوية برغل، شوية بصل، شوية لحمة، شوية قشر بردقان، وعم بطحنهم أول بأول حتى خلص كامل الكمية. وبعد هيك بطحن، برجع مرة تانية. شايفين هون خلصت طحنهم، وهلأ بدي أطحنهم مرة تانية وتالتة حتى خلص كامل الكمية. بعد ما طحنتهم أول وجه هلأ عم بطحنهم الوجه الثاني، وهيك بتطلع معاي طرية من غير ما لبك حالي. طبعا مثل ما قلت لكم بدوق شوي منها، إذا حسيت فيها نقص مثلا بالملح بالفلفل بالهاي برجع بضيفه. طبعا بطحني إلها 3 وجوه بتكون ناعمة تماما، فما في داعي للدعك. أنا بدعكها بس مشان خليها تتجانس مع بعضها وتعمل كتلة واحدة. إذا حسيتها إنه ناشفة بضيف لها شوية مي باردة، وأما إذا حسيتها منيحة فما في مشكلة، بس بلملمها مثل ما بيقولوا على بعض. وبعد هيك بدي اختبرها، إذا قطعة وكبكبتها وطلعت ملسة مثل ما أنتم شايفين فمعناته ما بدها شي. هلأ بجمعها على بعض وبغطيها بقطعة نايلون. هون شلنا شوي من الحشوة، بدنا نبردها أول بأول. هلأ بدي أحط عليها شوية جوز ما أنتم شايفين. حطوا بالكمية اللي أنتم بتحبوها. خلطها شايفين باردة، وحاول قدر المستطاع ما يكون فيها دهون حتى ما تخرب لي الكبة. مثل ما قلت لكم المكسرات بتنحط على البارد. وهلأ مثل ما أنتم شايفين أخذت شوي من الكبة وبلشت كبكب فيها بالطريقة الموضحة بالفيديو، وبدي خليها رقيقة. الكبة المقلية لازم تكون قشرتها رقيقة،
وقد ما قدرتوا ترققوا قشرتها بيكون أحسن. شايفين قشرتها رقيقة وعبوها يعني طعموها دعمة منيحة بتطلع غير شكل. وبعد ما عبيتها سكرها بالطريقة انتوا شايفين بالطريقة الموضحة. طبعا أنا هون حاطة مي على ايدي حتى تصير ملسة وما تلزق بايدي وتطلع مثل ما انتوا شايفين. وكملت كامل الكمية مثل ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. بحطهم إذا بدي فرزهم بحطهم بالعلب مثل ما انتوا شايفين بدون ما أغطي العلبة وخليها لتتجمد. وبعدين بغطي العلب. أنا عاملة جزء للتفريز وجزء بدي أقليه ورح أورجيكم طريقة القلي تبعت الكبة. إذا وصلتوا لهون بالفيديو لا تنسونا من اللايك والشير ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. طولت عليكم شوي بس مشان تطلع معاكم الكبة من أروع ما يكون وتنجح من أول مرة. وإذا بدكم إياها تطلع من أروع ما يكون ولونها ذهبي اتبعوا خطوات القلي اللي بدنا نحكيها بعد شوي. هلا هون حاطين الزيت على النار بدنا نقلي الكبة. بس بالأول بدي أختبر الزيت إذا حمي ولا لا. شايفين طلع فقاعات جنب عود الشيش. هلا بدنا نحط الكبة. نحطها ما بنحط كتير. بنحط أكتر شي 5 كبات. الزيت لازم يكون غزير ولازم يكون حامي وعلى نار متوسطة بنفس الوقت. هاي حطيت 5 كبات. هلا بدي استنى عليهم ما بحركهم أبدا ليتشمعوا. بس يتشمعوا بقدر أقلبهم أما قبل هيك ما بحركهم. شايفين هلا بقدر حركهم هيك تشمعوا حبات الكبة فبقدر حركهم. أما قبل هيك ما بحركهم أبدا. لا بخليهم ليصير لونهم ذهبي فاتح وبعدين بدي اشيلهم. شايفين شلون صار لونهم. هلا بدي اشيلهم بحطهم على ورق مطبخ. هيك بنكون ساوي أول وجبة. وهلا شايفين بستنى لحتى يحمى الزيت يرجع مرة تانية. وبعدها بضيف حبات الكبة مثل العادة وبقليها مثل ما قلت لكم قبل شوي بنفس الطريقة. هيك بنخلص كامل الكبة. وهلأ بدنا نقدمها بطريقة إن شاء الله تعجبكم. طبعا الكبة ما بتحلى غير إذا نحط معاها تبولة أو سلطة أو هيك شي وقليت جنبها بطاطا. أنا كتير بحب جنب الكبة بطاطا وإذا كانت مقلية بزيت الكبة كمان بتطلع أطيب وأطيب. وبدي ورجيكم شلون شايفين ما شاء الله مقرمشة ولونها ذهبي وريحتها ولا أروع. معبية البيت كله ورقيقة. وهي أصول الكبة تتاكل مع دبس الرمان. وأنا بحب كمان أكلها مع الكاتشب كتير بتطلع طيبة. سويت معاها شوربة العدس وأنا عاملة شوربة العدس بفيديو رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف. إذا عجبكم الفيديو شاركوا واشتركوا بقناتي على اليوتيوب سفرة هنادي وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.